طواقمنا الطبية، مستشفياتنا، سيارات وفرق الإسعاف تنقذ الأرواح. حمايتها من العنف المسلح واجبنا. تعمل الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية معاً لحماية المراكز الطبية، فرق الإسعاف، المرضى والجرحى مهما كانت انتماءاتهم وبدون تمييز. في عام 2019 وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقية مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صادقت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عليها، وهي تتضمن تعهد قوات سوريا الديمقراطية تحسين جوانب أخرى تعنى بالأطفال، منها حماية المراكز الطبية وطواقمها بما يتوافق مع قانون العناية الصحية الدولي. يجب حمايتها وأخذ الإجراءات لتجنيبها العنف المسلح. يجب تأمين الموارد التي تحتاجها للعمل. يجب حماية الجرحى والمرضى وتأمين وسائل العلاج لهم. يجب احترام العلامات الفارقة للصليب الأحمر وللهلال الأحمر، ويمنع استخدامها لغايات غير طبية، لأن ذلك سوف يعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف للخطر. الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان مهما كانت هويته، لغته أو انتماؤه. وعلينا مع الشركاء الوطنيين والدوليين تعزيز جهودنا لجعل ذلك حقيقة واقعة في شمال شرق سوريا، لتكن الإنسانية رفيقة أعمالنا.